بسم الله. الحمد لله. بوردة كودت اهي يا شباب. جابت سي واحد، ده كود رامات. بوردة جي 41. البوردة قطع داتا. هنجرب كده ان شاء الله مع بعض. جيب الباور سبلاي، نوصله كده، هنركب كابل ال 12. نجيب كارت التستر بتاعنا يا شباب. لازم يكون عندك كارت تستر، وان شاء الله في اقرب وقت هعمل لكم فيديو عن اكواد كارت التستر ولمبات البيان بتاعته. نوصل كده باور، شغل كده. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، مفيش اي كود خالص، ولمبة الريست بتقيد وتطفي زي ما انتم شايفين كده. المفروض كده المشكلة ممكن تبقى في دايرة البروسيسور. هنطفي كده. لما يكون في مشكلة في دايرة البروسيسور يا شباب، قبل أي حاجة بنجرب بروسيسور تاني. لازم طبعا نبتدي بالسهل الأول قبل ما تاخد قرار إن أنت تشتغل في الجهاز. تركب له بروسيسور تاني وتجرب. أوقات البروسيسور بيعمل مشاكل كتير في الجهاز. نشيل البروسيسور كده، نجيب بروسيسور تاني من عندنا متأكدين إن هو شغال. نوصل تاني كده ونجرب. نفس المشكلة يا شباب اهي، مفيش اي اكواد خالص، وبرضو اللمبة بتطفي. نجس كده البروسيسور بيسخن اهو معانا. هنفصل كده، نرجع البروسيسور بتاعها كده. البروسيسور بتاعه مفيش مشكلة. طبعا يا شباب انا حابب انوه على حاجة، ان لما تيجي تفك البروسيسور برضه تبص على البنات بتاعة القاعدة، لان ممكن يكون العميل شال البروسيسور وركبه غلط. ممكن تلاقي بنات هنا متنية او مش مظبوطة، بس طبعا البنات كلها مظبوطة قدامنا اهي. نركب المروحة تاني. طالما البروسيسور بيسخن يا شباب، يبقى لازم نركب المروحة، عشان هنشغل البوردة شوية ناخد عليها قياسات. والبروسيسور لما بيسخن البوردة بتفصل. هنوصل كده ان شاء الله تاني. شغل. هنجيب المالتي متر بتاعنا على وضع الدي سي. اول فولتية هنقيسها هنا الفي كور، يبقى على المقاوم والمكثف اللي هنا ده. 1.3 فولت اهو كده الفي كور تمام. بصوا يا شباب، عشان نبقى متفقين على حاجة، طالما الفي كور تمام، ما بنبصش بقى على الباور سورس بتاع ال 12 فولت، ولا الفولت بتاع الكنترول، ولا الاشارات اللي هي بتروح للاي او اللي هي الباور جود والحاجات اللي زي دي. يعني طالما الفيجور طالع، يبقى كل اللي فات ده كله تمام. كده يبقى في خلل في السوفت وير بتاع البورده. ان شاء الله هنشحن لها بويز. والمشكله ده برضه اوقات بتحصل مع الرامات. تلاقي البورده مديالك كود رامات وانت مركب له رامه متاكد ان هي شغاله، وقيس الفولتيات تمام، فولت رامات وفولت اطراف الرامات الفي تي تي، والتلاتة وتلاتة بتوع البرومو اللي بيبقوا على الرامة، كل ده تمام، وبرده مديالك كود رامات. كده لازم تتشحن لها بويس. يبقى في خلل في السوفت وير بتاعها. بعد طبعا ما تتاكد ان البنكات سليمه ما فيهمش اي حرق، لان اوقات لو جه العميل ركب الرامه بالعكس، البنك ده بيتحرق. بيبقى فيه اللي هي الرجول بتاعته اللي جوه دي بتتحرق من جوه، بتشيط كده. طالما الدنيا دي كلها تمام، وبرده مديالك كود رامات، بتشحن سوفت وير بتشتغل، وكذلك برده دايره البروسيسور. فهنفك ان شاء الله دلوقتي شريحه البايوس،
نشحنها ان شاء الله. والبوردة دي عليها شريحتين بايوس اللي هي المين والبيك اب، نفك الاتنين ان شاء الله نشحنهم. قبل بس ما نفكهم بنجيب ورق ألمونيوم هو زي ده كده، نلزقه على البي سي اي وبين كرامات، عشان طبعا دول بيبقوا بلاستيك ما يسحش من مكان التسخين. اول شريحة اهي، الشريحة التانية اهي. هشحن كده ان شاء الله الشريحتين وارجع لكم تاني تابعوا معايا. بعد ما ركبت شريحة البويس في جهاز الشحن اهي، وده البرنامج بتاع المبرمجة. هنقري الفلاشة كده الأول، الهريد. أي جهاز يا شباب بننزل له سوفت وير، لازم تاخد باك اب من السوفت اللي على الشريحة، عشان في بعض الشاشات بيبقى فيها مشكلة في السوفت، تيجي تنزل لها سوفت تاني يعمل معاها مشكلة. يبقى عندك السوفت القديم ترجعه تاني، ترجع الشاشة زي ما كانت. ماذر بورد برضو نفس القصة، أي جهاز إلكتروني كده تمام. دي الشريحة الأولى، أخلع الشريحة وأركب البيك اب كده. نزلنا السوفت على الشريحتين. الشريحة بيبقى لها اتجاهها يا شباب، بيبقى في نوتش باد على الشريحة وعلى البوردة عشان بس ما تركبهاش غلط. سيبها بس تبرد شوية، نشيل العزل اللي احنا ركبناه ده. هنجرب كده ان شاء الله. نركب كابل الباور. بسم الله. الحمد لله. البوردة كودت اهي يا شباب، جابت C1، ده كود رامات. هنركب لها رامة كده ان شاء الله ونجرب. نوصل تاني. اهي يا شباب البوردة بتكود اهي، جابت 26 كده. المفروض ان البوردة فتحت. هنجرب عليها شاشة كده، شوف الصورة برضو اهي. البوردة فتحت اهي يا شباب الحمد لله. طبعا عشان شلنا الحجر جابت الصفحة الزرقاء ديت وبتراستر. الحمد لله يا شباب البوردة اشتغلت اهي. ودي كانت مشكلة من مشاكل الداتا، ان احنا المفروض لما نلاقي كل فولتاتنا سليمة وفي خلل برضو في البوردة نشيل لها سوفت وير ونقوله جديد.